You not know you about that life. Drop with me now. Drop with me now. عادل خويا كي داير يونس؟ بخير. الله يحفظك ليا. ما بانش لك عبد العزيز منجم تما طوندوز مول مول طوندوز ما بانش لك؟ لا دابا كون جا هنا كان غيقلب عليك هادي والله حيت كاين الصاد هنايا يبغي يدير الواحد لا ما كاينش الواحد، كاين الزيرو المعلم. مول العكر تا هو ما بان تا واحد. واخا اللي غلب يعفى عادي، اللي غلب يعفى خير فيما اختار الله. والله الا نتسامح لهم. انا على وجه بالعودي قال لي صافي فوتوشوب ويدوز ياك. مرحبا. كي دايره الامور؟ الامور مزيانه عادي، مزيانه الامور خصوصا المقر ديال الوداد. كاين شويه ديال الصهد المعلم. كاينه سخونيه صح، خصك تقدر تمشي تسخر تجيب شي حاجه وطلع عاوتاني تضرب شي تدويشه بالتلمو. يعني كاينه الحراره اليوم والشتاء والعجاجه. المهم هما المصريين تيقول لك في هذه المرحله هذه، في هذا البيريود ديال العام تتكون يعني الحراره بزاف. اليوم في النهار كانت تقريبا ما بين 38 حتى 40 درجه، وبالليل تتنزل ديك 30 31 32. البارح نيت فاش نزلوا الوداد في المطار ديال القاهره الدولي كانت دايره 30 31 درجه ديال الحراره. 30 31 معايا على 9 10 الليل. فوالا بهذوك الوقيته اللي نزلنا تقريبا واحد 10 ونص ل 11 لاروب نزلوا الوداد تما. من بعد منا ديبلاسمون المقر ديال اقامه فريق الوداد. صراحه يعني الخروج الوداد من المطار ديال القاهره كان بسلاسه، يعني دغيا خرجوا الوداد. يعني دريس مرباح والناس اللي مترأسين البعثه ديال الوداد برناكي تنتكلموا على طلال وايضا سعد دريب خداو لي باس مع دريس مرباح، خداو لي باسبور ديال البعثه كامله. ومن بعد منها كلشي يعني خرج في دقه واحده. ومن بعد من الوداد صعد يعني الحافله والوجهه كانت مباشره هذه المقر ديال الاقامه. يعني البارح كان ديبلاسمون هادئ الوداد، ما كاين فيه حتى شي تشويش. اليوم صراحه مشينا بغينا نقربوا اكثر من المقر ديال اقامه فريق الوداد، لانه كما كتعرف ونعاود نذكر بها المستمعين، الاداره ديال الوداد ورئيس النادي يعني سعيد الناصري بالتشاور ايضا مع المدرب فان دير بروك، ففضلوا باش انه الستاف تكنيك وربعه من المسؤولين ديال الوداد ولي كويزيني بيان سور والناس ديال السيكوريتي يكونوا وستاف تكنيك. يعني كنتكلم على الطاقم الطبي، الطاقم التقني، اللاعبين، هادو كانوا في فندق واحد قريب من الملعب ديال الدفاع الجوي اللي هو اليوم الوداد الرياضي بدا فيه حصه تدريبيه ديالو الاولى، حصه مغلقه. تخيل معايا عادل، بغينا يعني ناخذوا غير لي زيماج ديال الوداد غيخرجوا من لوطيل ولي زيماج ديال الوداد غيدخلوا للستاد فقط. فالامن هنايا في مصر يعني منعنا، قال لك ممنوع لانه كاين دي كونسين من الناس ديال الوداد، وايضا حتى ديك المنطقه يعني ممنوع يتصور فيها. فكانت واضحه يعني الدفعات ديالهم ولا الشروط اللي كانوا واضعينها الناس ديال الوداد ولا حتى الناس ديال الامن. ففقط اللي بغينا ناكدوا بانه الظروف ديال الوداد مزيانه. اختاروا فندق بعيد على ما بعيدش يعني على القاهره، ولكن بعيد على كما كنقولوا القاهره القديمه، يعني القاهره الجديده. جيت نصر يعني بعاد شويه هم على ذاك الهرج وذاك الضغط وذاك الزحمه اللي كتكون هنايا في القاهره. والمقر ديال الاقامه قريب ايضا من الملعب ديال الدفاع الجوي. يعني هذا ملعب غياخذوا فيه حصه اليوم، وغدا يكون في ملعب لو 30 جوان ملعب ايضا ما بعيدش على المقر ديال اقامه فريق الوداد، واللي غتكون حصه مفتوحه لوسائل الاعلام. ذكروا وي حصه مفتوحه، لانه غادي يكونوا جوج ديال الحصص مفتوحه، لا ديال الاهلي ولا ديال الوداد، قبل يومين من انطلاق المقابله بشكل رسمي يوم الاحد في 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت المغرب. عندك لاج ديال واحد ساعتين عادل في هذا الماتش هذا. كاين يمكن اللي كيتسائل عادل تيقول لك شكون اللي مشى مع لا ديليغاسيون ديال الوداد، يعني اللعابه، واش كاين شي غيابات، واش كاين شي اسماء غابت. عبد الله حيود يمكن غاب على الماتش ديال المغرب التطواني، كاين حاضر مع ليفيكتيف ديال الواك. كاين ايضا اسماعيل مترجي اللي رجع لليفيكتيف. يحيى جبران كان سسبوندي في الماتش ديال المغرب التطواني، فهو خد الديبلاسمون ديالو بشكل عادي. جلال الداودي والقصه ديال الحمرات ما منعتوش ايضا باش انه ياخذ ديبلاسمون مع فريق الوداد الى القاهره. الغيابات اللي كاينين هو كيتواصل الغياب ديال الحسين بن عياده، ما ديبلاساش مع الوداد الماتش ديال ماميلودي سان داونز، وايضا حتى هذه المقابله هذه هنا القاهره. ثم الغياب ايضا ديال عماد خنوس واحمد رضا التاكناوجي. كنعرفوا الاصابه ديالو يعني نهايه الموسم ديالو هذا الموسم يعني خلاته ما يكونش حتى يعني يعطي حتى مؤشرات بانه ممكن يرجع قريب في هذا الموسم هذا. فرضا التاكناوجي يعني خارج المفكره ديال المدرب وخرج لائحه ديال فريق الوداد الرياضي بداعي الاصابه عادله.
اذا الحمد لله الامور واضحه بالنسبه للوداد، كل شيء كاين، اللعابه بيان كونسونطري، الامور واضحه. كيف قال يونس الامور التنظيميه الحمد لله الامور واضحه، كل شيء مزيان. يمكن المشكل شويه ديال الصهد، لان ما كان عاقلين حنا لعبنا كوب دافريك تما 40 42 هذا كتوصل بعض المرات حتى 48 الحراره، وحتى الجو تحس براسك كتخنق الصاك، ما عندكش حتى فين تنفس. ويمكن الوداد عادي هادشي ولفوا لعابه الوداد عادي ولفوا الامور واضحه. يمكن البروغرام اليوم كيف قلتي في ملعب ديال الدفاع الجوي، حصه تدريبيه في نفس التوقيت ديال المقابله. البروغرام ديال الوداد يونس وي البروغرام عادل هو الحصه التدريبيه اليوم غتكون تقريبا واحد ساعتين في الملعب ديال الدفاع الجوي. غدا ان شاء الله في الملعب ديال 30 جوان حتى هي في تسعود. غادي تكون ندوه صحفيه ايضا يوم السبت المقبل، الحصه اللي كتسبق المواجهه. نفس الشيء بالنسبه لفريق الاهلي المصري. الاهلي يعني كولر فضل باش يدير حصه تدريبيه مع الخمسه ديال العشيه، بغى يدير حصه تدريبيه هنا في القاهره. كنتكلم على الحصه ديال غدا، ومن بعد منها الحصه اللي غادي تكون في ملعب القاهره الدولي. يعني الاهلي المصري راك عارفه هذه قبل من المباريات الكبيره تيحاولوا، ما عرفتش واش هذا توجه ديال الاهلي نفسه كاداره ولا الاعلام ديالهم، لان بعض الخطرات كيبيعوا لك الشناوي فتحي معلول، كتشوف التلفازه ديالهم ولا القنوات ديالهم ولا البرامج خصوصا اللي هي مختصه بالرياضه. كاين حتى قنوات اخرين ما عمرهم داو على الرياضه ولا كلشي كيهضر على فوالا، وكلشي داوي على الماتش ديال الوداد والاهلي المصري. يعني كيبداو يقول لك حكا محمد الشناوي صعب انه يكون، اودي غيكون، حنا بغينا يكون، حنا بغينا يكون، حنا بالرجوله غيكون. هادشي اللي كاين، حنا بغينا يكون. زعما ما كاينش شي طرف لاعبين الوداد. سيونس بغيت نسولك انا على واحد المساله ديال هاد المعطيات هذه ولا الاخبار. وي اخويا عادل سيونس، بغيت نسولك على المساله ديال واش كاين شي، الله يحفظك، واش كاين كتحس بان كاين شي ضغط ديال الجمهور ديال الاهلي؟ واش كاين حضور جماهير الوداد تمايا؟ كيدير الاجواء يعني في الشارع الا خرجتوا كذا، كيفاش كتشوف؟ واش كاين شي الجمهور ديالهم كاين شي ضغط، كاين شي حاجه، ولا الامور عاديه لحد الساعه؟ لا مازال بالعود، يعني داك لومبيونس ديال التونيات ودوك لي درابو ديالهم مازال كاين هضره على انه العدد ديال المقاعد ولا الليبيين اللي غيكونوا الفريق الاهلي المصري والجمهور ديالو. شفنا في المباريات اللي كانت مؤخرا بدا كيدخل العدد ديال الجماهير ديال الفريق الاهلي المصري واحد عدد كبير. سمعنا 50,000 شويه، قال لك الطاقه الاستيعابيه كامله ديال ملعب القاهره الدولي غادي يكون ممتلئ عن اخره. كان تساؤل ايضا على العدد ديال الليبيين اللي غيتخصوا ايضا الجمهور الوداد ولا الجاليه المغربيه ايضا اللي غتكون هنا. كاين جمهور ايضا اللي غيجي من خارج القاهره من خارج المغرب. فنورمالمون الا كانت غتكون 50 خصهم يطبقوا المبدا ديال 5%. ما عرفتش واش غادي يحترموها، واش كاينه اصلا ماشي مشكل الاتحاد الافريقي. نورمالمون واحد 2500. انا الاعلام تيقول لك عاطينا غير 1000. شنو الاجتماع التقني؟ ماشي مشكل. اولا يونس الاجتماع التقني هو اللي غيضبط الامور. ما عرفتش علاش كيكذبوا في هذه القضيه. الطاقه الاستيعابيه ديال استاد القاهره اكثر من 100,000، هذا معروف. هما كيقول لك بحال هذاك النهار فاش لعبوا مع الرجاء كيقول لك 50,000. تاش من 50,000 تيرا باش يعطيوك النص، باش يعطيوك هذاك العلم قديم عندهم هادشي. الطاقه الاستيعابيه ديال استاد القاهره 50,000. واش كتضحكوا على الوقت؟ على استاد القاهره فاش كنتو كتلعبوا فيه كتقول لك 120,000 110,000. ماشي شغل الناس. حنا شوف اللي جا غادي يقضي. حنا الروتور فين غيتلعب؟ في كازا. دونور كيدور الخلعات القيم. هذا هو المشكل الوحيد اللي عند الاهلي في الحياه ديالو. هادشي اللي كاين. هو دابا ما كتريحش تشرب قهوه كيجي عندك شي واحد اهلاوي تيبدا يقول لك احنا حنكسب كذا. هذا اللي كتقول لي راه الماتش راه فيه جوج في الي روتور كازا. كتقول لي كازا دونور صافي كيبدا يبغي يناقش معاك وداك الشيء، فهمتي؟ كيتبت شويه، كياخذ شويه لارانطي، كيدير لارانطي. الجمهور ديال الاهلي كاين اللي هما موضوعيين تيقول لك وي الاهلي خسرات جوج ديال لي فينال مع الوداد، هما تيقول لك بانه الاهلي ديال بيتسو موسيماني احسن من او يعني اسوء من البيتسو ديال كولر. واخا كتقول لهم راه بيتسو موسيماني دا معكم جوج ديال الشامبيونز ليغ، تيقول لك لا كولر دابا احسن من بيتسو موسيماني. هذا النظريه ديالهم هما. عندهم الحق اللي كيهمنا حنا. عندهم الحق يونس، عندهم الحق. الاهلي ديال دابا حسن من الاهلي ديال موسيماني، لانه الاهلي ديال موسيماني واخا دا الالقاب ولكن كيبقى ما
الطريقه ديال التسيير ديال الاهلي ما كانوش راضيين عليها، سورتو كان كيعتمد على بعض اللاعبين اللي بالنسبه لهم هما ما فهموش داكشي ديالو. مي كولر نيفو احسن بكثير من الاهلي ديال الموسم. مي كيبقى شوف كتبقى على ارضيه الملعب كل حاجه ونهارها وكيفاش غيكونوا اللعابه في ذاك النهار في هذاك لو جور. كنظن الاهلي هو المرشح، الاهلي ديما مرشح. فوالا الاهلي نتوما خويا مرشح، قال لك الاهلي راه ديما مرشح. حنا الوداد دينا لكم جوج، حنا دابا في الثالثه، نتوما اللي باش نديو لكم جوج والثالثه صعيبه. جامي سون دو تروا، جامي القضيه صعيبه عليكم شويه، خيبه الاهلي. اسيدي نتوما المرشحين، نتوما الاهلي، نتوما فريق القرن، نتوما اللي عندكم 10، نتوما الشناوي والفناوي وفريد شوقي وعادل الامام، نتوما الاهلي. حنا الاوتسايدر خويا، حنا غندخلوا نتقاتلوا مع الاهلي اللي كتدور ب 50 مليار ولا 100 مليار ومع داك الشيء. نتوما اللي عندكم تيران في 120,000 الجمهور، نتوما الاهلي. حنا الوداد، حنا الاوتسايدر، غنمشيو نضاربوا نتقاتلوا على الثالثه معاكم، والرابعه 4. نتوما عندكم 10 ان شاء الله، 4 ونزيدوا موراها 5 6 وحنا جايين ان شاء الله جايين. داكشي اللي كاين عادل. الجمهور الوداد يعني مازال يعني كاين اللي يدافع على الفيزا ديالو، كاين اللي باقي ما خداهاش، كاين اللي غيوصل نهار الجمعه، كاين اللي غيوصل نهار الماتش، كاين رحلات غيجيو يتفرجوا من بعد منها يرجعوا يعني المملكه المغربيه. كاين ايضا حتى تخيل معايا يعني كاينين الناس اللي دابا كاينين هنا في القاهره وتيقلبوا باش يريزيرفيو البي ديالهم ديال الروتور اللي غيكون في كازا. تعرف يعني كازا ايفنت اللي هي مسؤوله يعني على التذاكر ديال المباراه ديال الروتور، ايضا غتكون نهار 11. يعني كاين واحد الطلب كبير والشراء ديال التذاكر كاين عليه واحد الضغط كبير. هذا الماتش ديال الاهلي والوداد اللي غيكون في كازا نهار 11 حتى تثبت حتى في العطل يعني التقني في المنظومه ديال الاداء الالكتروني. يعني كيحاولوا عادل باش يعاودوا يروديماريو السيستم باش يعاود عاوتاني الناس يقدروا يريزيرفيو لي بي ديالهم. شوف يونس، وي خويا، الفانت المصريين هضرتهم كلها فانت وهضرتهم كلها معلومه عندهم ديما فايك وداك الشيء. راه قتلونا، حنا بغينا الفينال 50% ديال التيران، حنا غيجيو داروا لهم التقسيط بحال شاري تلفازه ولا شاري ماكينه ديال الصابون، ولا داروا لهم التقسيط. حتسافر للمغرب حتدفع 100 جنيه على عامين على 3 سنين. كاين اللي باقي كيخلص في هذاك الماتش ديال اللي باقي كيخلص في الطريطه ديالو، وحنا غنجيو. شحال جاو العام اللي فات؟ قتلونا. شحال جاو 100 200 300 ما قتلونا. واش هما غادي يجيو لكازا؟ فين غيدخلوا يجلسوا؟ ياك خداو هذيك البلاصه وداروا فيها الدرابو. دابا جيو تكمشوا في دونور. في حنا عندناش مشكل، حنا غنسافروا، حنا غنجيو، حنا الاهلي، حنا 120. لا حيد الزمالك كاينين. ايوا الزمالك، ايوا حيد الزمالك تا هما كاينين. حنا الجمهور، وحنا في الاخر تصور الوداد لعبه فينال عطيني شي بلاصه في عندها صحيبنا في طوكيو، وبالرب تيعمروا التيران. انتم جيتوا كازا وبغينا 50,000 وبغينا نقسموا علينا على جوج، وفي الاخر خليتوا التيران باش تبقى البلاصه خاويه. زعما الجمهور زعما هذوك اللي كاينين في التيران ما غيديروا والو، وبديتوها كتقفقفوها منهم. هذاك مسكين داز معاهم في اللايف كان قال لهم انا هادشي اللي شفت في التيران ما فهمتوش. بعض المرات كتحس براسك تتزعزع بوحدك. قتلونا غنمشي تسير دخل التيران كهنينا. قال لك هذا نور تجي ليه. اذا عادي كما قلنا الاخبار ديال الوداد الامور طونكيل. الوداد فضلوا باش انهم يبقاو يعني بعاد ايزولي، ما يكونش عليهم يعني ضغط. لي كونسين كانوا يعني من مطار محمد الخامس بانوا اللاعبين ما يدويو مع حتى شي واحد من الاعلام، خصوصا الاعلام المصري، خصوصا ملي غيوصلوا لمطار القاهره. داكشي اللي كان الخروج من المطار الى مقر الاقامه. اليوم الحصه التدريبيه مازال متواصله، بداو ديجا دابا بداو بعد 9 هنايا راه كاينه 9 و34 دقيقه، غتكون فيها تقريبا واحد ساعتين. بعد منها يرجعوا للفندق وجبه العشاء، ومن بعد منها يمشيو يتكاو باش غدا عاوتاني يبداو حصه تدريبيه اخرى يوم اخر في القاهره. من بعد لهذا اليوم اللي كان حار عادي كان سخون، صبت شويه ديال الشتا ولكن الحراره باقا كاينه هنا. نبغي نختم فقط غير بخبر يعني كان محزن بالنسبه للناس اللي بناو ايضا ساهموا في تالق في بعض الفروع ديال فريق الوداد الرياضي، ابرزها الفرع ديال كره السله. يعني الوفاه ولا الرحيل ديال رمزي براده اللي كان واحد من بين افضل المسيرين
اللي تعاقب على تسيير فريق الوداد الرياضي، وخصوصا كره السله اللي كانت تميز يعني في المرحله اللي كان كيشرف على التسيير ديالها في تتويج فريق كره السله فريق الوداد الرياضي بالنجاحات، وايضا التتويج في هذه المسابقه. ايضا حتى محمد طلال يعني كان توجه يعني تعزيه للاسره ديال الفقيد. انا لله وانا اليه راجعون. تلاقاو ان شاء الله غدا عادي يعني باش نقربوا المستمعين الكرام من اخبار الوداد الرياضي في يوم اخر من الاستعدادات ديال الوداد في القاهره لذهاب نهائي للتشامبيونز ليغ عادل. شكرا لك خويا يونس. يمكن الخبر طاح علينا بحال شي الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه. كان صديق عزيز عليا الله عمري، يلاه هضرت معاه مؤخرا على غفله، دخل باش يدير عمليه على القلب، دار العمليه من بعد جاو دي كومبليكاسيون، توفى. الله يرحمه الله يرحمه والله يوسع عليه والله يصبر الاسره الصغيره والكبيره. اسم كبير في الباسكيت ودوز مرحله كبيره جدا. حتى في الكره راه كان نائم مع اكرام، كان مع السي اكرام ومع السي نور الدين بن كيران ومع الاسره الوداد، كانوا اون فامي. اشاك فوا في السنوات الاخيره كانت حتى سي رمزي من الناس اللي كانت عندهم علاقه جيده مع الاعلام، يعني تتصل به يجاوبك يعطيك وقتها كذا. فالله يرحمه الله يرحمه عليه والله يصبر عليه والله يصبر العائله الصغيره والكبيره ديالو. كنظن بان احسن كادو نوجهوه العائله ديال رمزي هو ان شاء الله الفوز ديال الوداد بهذا الكوب هذا. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه الله يوسع عليه. داكور، حنا باقيين معكم مستمعين الكرام، ناخذ غير فاصل.